اعرف يا من قاعد تحكي. شنو اعرف؟ اي اعرف. منو انت مواليد كم؟ مواليد كم؟ انت كم مواليد؟ انت منو؟ كم مواليد؟ انت منو؟ انا بسألك سؤال. كم مواليد؟ حبيبي اريد اسألك سؤال. منو انت؟ منو انت؟ من انت؟ كم مواليد؟ قائد قوات محمد بن فالح مطيري. انا محمد بن فالح مطيري. هذول انا من مطير. انا من مطير اللي قبل صدام. انا من مطير اللي ايام احنا تدري منو؟ احنا تدري منو؟ اختصر لك اياها. احنا تدري منو؟ احنا اللي هدينا على الفي يوم انهدوا خيل مطير. يلا انقلع يلا. عاد العراقيين يعرفونها. احنا الفينا على الهي يوم انهدت خيل مطير. يا عمي روح طير. انت منو انت منو حتى تحكي عن اسيادك؟ بس داري احكي. انت كلك رحت رجعت على بعضك قمله. تمام صرصور. مقدارك بفباف حبيبي. لا حد يتصل. مقدارك بفباف بس. واذا ما صار وياك بفباف علاجك اللي كل احنا عارفينها. قاعد يحكي لانك صرت لوقي. لا ماكو شيء اسمه مزح. انا مره واثنين وثلاثه طوفتها. اوكي انا انسانه ما انتمي لاي جهه بهاي الدنيا. تمام ولا لأي جهة انتمي بهاي الدنيا. أنا إنسانة عادي أرحب بالجميع أحب الكل. بس لما توصل مرحلة إنك قاعد تحكي عن أسيادك ابنه وما أدري شو ولك هو لو عايش لو عايش قسما بالله يشلع أذانك يقصك خليك بدون إذن لأنه رجل. ولو أنت رجل حكيت بطريقة لبقة. لا هذه مو مدحة. هاي صارت معركة بين أحد القبائل اللي موجودة في البصرة وبين عشيرتهم. فطلعت هاي احنا الفينا على الكل يوم انهدت خيل مطير. فكل واحد يعرف مقداره. يعني هسه اللي عنده قاعدين يصفقوا له ما شاء الله. طيح الله حظك. غبي. اي بس رديناهم. لا حد يجي. شوف انا انسانه يجي شيء صوب بلدي اتعنصر. خلاص سكروا الموضوع. ما حكيت. شوفوا يا جماعة الخير ليش تفهمون غلط؟ تمام ليش تفهمون غلط؟ والنعم بالقبائل كلها والنعم بمطير والنعم بالجميع وعلى عيني وعلى راسي. وهذا التافه ما يمثلكم. بالعكس انتم ناس محترمة وطيبة وتنحطون على العين وعلى الراس. ولا واحد جا صوب أحد. دخلنا تحدي قاعد نتحدى. إيش جاب الموضوع ما لي شغل. الموضوع ظل يحكي وابنه قاعد ما أدري شي يسوي وفلان قاعد ما أدري شي يسوي وأنت أيتها الماجدة العراقية. أي نعم ماجدة عراقية غصبا عليك. على أساس إنه هو قاعد شنو يعير إنه أنت الماجدة العراقية. إيه ماجدة عراقية غصبا عليك وعلى اللي جابوك بعد. إيش دخل؟ إحنا طابين تحدي قاعدين نضحك.
حد جاب لا سالفة قبايل ولا حد دخل بالقبايل، والنعم بالقبايل كلها. أنا حتى قبيلتي ما قايلة شنو قبيلتي بالبرنامج. تمام؟ أنتم تعرفون قبيلتي. أنا دخلت اسمي حنوش، حنوش فقط، وباسم عشيرتي، باسم عائلتي، مو باسم العشيرة. هذه اسم عائلة وليست اسم عشيرة وليست اسم قبيلة. تمام؟ أنا دخلت باسم عائلتي فقط، لا قلت أنا من أي قبيلة، ولا قلت أنا من أي عشيرة، ولا قلت أنا أنتمي لمنو، ولا قلت أنا مع منو، ولا جبت أي طاري للقبائل، لأن أنا محترمة هذا الموضوع بحكم أن أكو ناس ما تقبل هذه القبائل، القبيلة الفلانية ما تقبل أنها بنتها تكون مشهورة، فأنا احترمت هذا الموضوع. هو اجيت انت دخلتها بالقبائل، شكو انا مثل ما انا محترمتك يا وجه النعية، احترمني. لا قال لا، شوفوا اقول لكم ترى احنا مو اغبياء، تمام؟ انا انسانة مو غبية، انا اعرف الكلمة اللي تطلع ويكون مقصدها، وقعدت تحدي 2 3 4 10، تمام؟ وأنا شنو أسلك للموضوع على حساب نفسي، أجامل على حساب نفسي، أجامل مرة واثنين وثلاثة، لكن لما توصل لمرحلة أنك تهين شخص عظيم، نو، لا ما أقبلها. اللي يقبل على أهله ويقبل على عشيرته ويقبل على ناسه ويقبل على أهل بلده ما يستحق أن أحد يحترمه، ولا يستحق أن أحد يفتخر به، ولا يستحق أن أحد أساسا يقدم له احترام. أنتم اليوم كلكم لكم غيرة على بلدكم، عندكم غيرة على أهلكم، عندكم غيرة على نفسكم. أنا بالمقابل عندي غيرة على بلدي. لما تقعد تهيني وتهين بلدي قدامي وتقول لي الماجدة، فأنا ماجدة غصبا عليك وعلى اللي خلفوك، تمام؟ والماجدات العراقيات تاج راسك يا جحدور. ما دخلت بمكان أنا، ولا داخلين بسالفة، ولا داخل، واحنا ما داخلين حشاز ندخل سياسة، احنا داخلين على مود نضحك. انت نهايتك انطيك حكم الأوبرا تنفذه وانت ممنون، هذا مستواك. انت قاعد تحكي على اسيادك انت. الله يا ربي، والله العظيم صدق لو قالوا اويلي من الزمن الاغبر اللي خلى هالجريدي هذا يحكي، اي بالله العظيم. خلاص سكروا الموضوع.